تحسين أوضاع العاملين بالإعلام العمومي. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد المغربي للشغل لتقديم السؤال. تفضلي السيدة أمينة حمداني، تفضلي. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، السيدات والسادة المستشارون المحترمون. نسائلكم سيد الوزير حول تحسين أوضاع العاملين بقطاع الإعلام العمومي. شكرا. كلمة السيد الوزير للإجابة على السؤال. سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار على سؤالكم. أخبركم أن بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خذت مجموعة من التدابير لتحسين أوضاع العاملين في مجال الإعلام العمومي. على المستوى المهني كان هناك الصرع على تنظيم أو ورش تكوين مستمر لجميع الفئات المهنية، مما مكن من تحسين مهاراتهم المهنية وتكييف مع التطورات التكنولوجية بالخصوص، لأن بالطبع هذا المجال كيعرف واحد التطور باهر. فتح أوراق تكوين مستمر لفائدة العاملين في مختلف المهن، قصد المساهمة في إنجاح الاستحقاقات الوطنية وكذلك الإفريقية الدولية بالنسبة للمجال الرياضي والكروي بالخصوص. اهتمام بتطوير ظروف العمل من خلال إدخال تكنولوجيا رقمية وموارد الإنترنت، فضلا عن رقم الإجراءات الإدارية ذات صلة بمصلحة العاملين. تحسين أجور العاملين بزيادة في التعويضات والمنح، حيث يتقاضى العاملون تعويضات عن الساعات الإضافية والعمل الليلي ومنح شهرية ودورية، ومنح العيد والدخول المدرسي، ومنح الشهر الثالث عشر. على المستوى الاجتماعي تولى الشركة الوطنية أهمية بالغة للبعد الاجتماعي كما تحدده القوانين الجارية بها العمل، حيث يستفيد جميع العاملين من كل حقوق ذات الصلة بالحماية الاجتماعية وفقا للمقتضيات القانونية. وفي هذا السياق وفرت الشركة الوطنية تأمينا يهم التغطية الصحية التكميلية اللي كتهدف إلى تخفيف من التكاليف الطبية بالطبع. استفاد العاملين أيضا من خدمات اجتماعية أخرى مثل التأمين على حوادث الشغل الأمراض المهنية والمساعدة على الحوادث الصحية والتقنية. توجد ممثلين اثنين على العاملين في الشركة ضمن المجلس الإداري كما كتعرفوا سيدة المستشارة. صدق مؤخرا المجلس الإداري على إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالمستخدمين الشركة الوطنية. بالطبع فاش احنا كيف ما كتعرفوا البول بوبليك غيولي واحد، بالطبع المؤسسه غتولي كتشمل جميع العاملين في القنوات الاخرى. بالنسبه لغير بعض المعلومات بالنسبه للدوزيم، لانه الشركه يعني سوريا الدوزيم تتوفر على اتفاقيه جماعيه تم إبراءها بالتراضي مع الشركاء الاجتماعيين. يتم منح مزايا اجتماعية متنوعة على موظفي سوريا الدوزيم، وهذه المزايا مذكورة في اتفاقية جماعية: زيادة التعويضات والمكافآت، التفاوض بانتظام على رفع سقف سدد التأمين الصحي، المشاركة بانتظام في مختلف المعارض والفعاليات المهنية، تحسين أماكن وظروف العمل، والتدبير الجدي لمسار الوظيفي، ومجموعة ديال المجالات اللي تم بالطبع. انتم راك حاضرين بقوه في دوزيم، يعني كان التوافق معكم في مجموعه ديال المجالات في دوزيم. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. الكلمه لكم السيده المستشاره المحترمه في اطار التعقيب. شكرا سيد الرئيس، شكرا كذلك سيد الوزير على هاد المعلومات والجواب ديالكم اللي فيه بزاف ديال المعلومات. ما نساوش نتمنوا كذلك المجهودات المبذوله من اجل تطوير الاعلام العمومي وارتقاء باداء مؤسسات القطب العمومي، وكما جيتوا على ذكر السيد الوزير الاهتمام كذلك باوضاع العاملين بالاعلام العمومي. كذلك السيد الوزير بغينا احنا ناكدوا على واحد النقطه، لان هذه الاوضاع اليوم كتستدعي واحد الاراده حقيقيه لانصاف نساء ورجال هذا القطاع الحيوي باعتبارهم الركيزه الاساسيه لاي اصلاح جاد لمنظومه الاعلام الوطني. ما غاديش نختلفوا على هذا الشيء السيد الوزير، وبزاف ديال هاد يعني اللي نسميوهم المكتسبات اللي خداوها العاملين بالقطاع طبعا مع الشركاء الاجتماعيين، وعلى راسهم يعني الجامعه الوطنيه للصحافه والاعلام والاتصال المنضويه تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. كاين واحد المسائل اخرى كثيره بغينا نتكلموا عليها السيد الوزير، منها مثلا الهشاشه في الشغل، لان هاد الناس هادو اللي كيستافدوا لا من التعويض على الساعات الاضافيه ولا من بعض الزيادات ولا بعض المنح، هادو كلهم يعني عمال مشتغلين في هذا القطاع اللي عندهم اللي كنسميو حنا المغاربه مرسمين، ولكن اللي هما في وضعيه هشاشه راه ما كيستافدوا حتى شي حاجه من هذا الشيء. والجامعه ديال اللي قلنا السيد الوزير الوطني للصحافه والاعلام والاتصال عبرت في اكثر من مناسبه عن انشغالها بتدهور الاوضاع الاجتماعيه والمهنيه للعاملين بالقطاع، باستمرار تفاوتات الاجريه ومظاهر الهشاشه وعدم الاستقرار، وكذا بتنامي الشعور بالاحباط بسبب ضعف التحفيز للعاملين بالقطاع.
السيد الوزير المحترم، قطاع الإعلام العمومي كيعرف اليوم إعادة هيكلة كبرى تروم دمج مختلف المنشآت الإعلامية داخل قطب عمومي موحد أو شركة قابضة وحيدة، وهذه الخطوة كنرحبوا بها في فريق الاتحاد المغربي للشغل. غير حنا كنستغربوا السيد الوزير استبعاد ممثلين المستخدمين من الحوار أو التشاور حول هذا المشروع بالذات رغم ما له من آثار مهنية واجتماعية كبيرة على هاد المستخدمين. تطوير القطب العمومي ما يمكنش يتحقق فقط عبر الاصلاحات التقنيه سيد الوزير وتحديث الاجهزه، وكيمر اساسا عبر تحسين الاوضاع الماديه والمهنيه والاجتماعيه للعاملين به، ووضع حد للاختلالات المرتبطه بالاجور والتعويضات والترقيات، وحد كذلك لاستمرار حاله الهشاشه اللي كيعيشوها مئات العاملين بنظام المناوله او المقاول الذاتي او العمل الحر، خاصه بالقناه الثانيه دون استقرار مهني او حقوق اجتماعيه كامله. السيد الوزير، هذه المنظومه لا بغيناها تكون مزيانه وتكون فعاله ومنصفه اجتماعيا، خصنا عداله اجتماعيه وكرامه مهنيه كاولويه لاي اصلاح. ما غاديش نقول اكثر لان الوقت كيداهمنا، فقط في النهايه غنقولوا باننا كنجدوا التاكيد في فريق الاتحاد المغربي للشغل ان اصلاح القطب العمومي كيبقى رهين بتحسين اوضاع المستخدمين، ضمان العداله الاجريه، استقرار المهني، احترام الحقوق الاجتماعيه والنقابيه، بما يعيد الاعتبار لهم باعتبارهم الدعامه الاساسيه لاعلام عمومي مهني ومستقل في خدمه المجتمع. شكرا سيد الرئيس. شكرا. كلمة لكم السيد الوزير، وعندكم 17 ثانية إضافية. اقل من 17 ثانيه سيد الرئيس، فقط هذه فرصه تكلمت عليها السيد المستشار عند الحق. لولا يعني التقنيين والعاملين في هذا المجال ما يمكنش يكون عندنا هذه القنوات اللي عندنا بالملاحظات اللي تكلموا عليهم الاخوان، ولكن دوك الملاحظات راه ماشي التقنيين اللي معنيين بهم، لان فاش كنتكلموا على لي سيري يعني المسلسلات هذا مجال اخر، مجال فني ثقافي، يمكن مجال انتاج اللي هو حر في الاخير، ولكن حقيقه يعني غير مؤخرا كتشوفوا بان هناك تظاهرات رياضيه شبه يوميه. وشكون اللي وراء هذوك التصوير اللي كنشوفوا حنا في التلفازه كمواطنين؟ يعني راه يوميا مجموعه ديال الاخوان كيخدموا باش يقدروا يوصلوا المعلومه، باش يوصلوا المباراه، باش يوصلوا الانشطه الرياضيه الثقافيه. فبالطبع مشكورين على المجهودات، وغنبقاو دائما معهم باش نحاولوا نحسنوا حتى الوضعيه الاجتماعيه، بما فيهم بالطبع اشراك الفاعلين الاجتماعيين في الحوار المؤسساتي. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.